بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدي الشارقة الرياضية عبر الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا، نلتقي وإياكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد هنا من الشارقة وفي استاد الشارقة، حيث الدقائق الأولى هي في فرصة لقراءة كرة في الوسط، والحكم لم يعني عن شيء. مرتد خاطئ فائدة المنتخب المغربي، لكن سرعان ما كيرجعوا العناصر ديال المنتخب الجورجي. الحكم اضطر انه يوقف اللقاء لان احد مبكرا هنا حي كما يقول الحكم هناك ليه وإلى بغتيه منذ الانطلاق، وهذا الشيء اللي بغينا. هدف فعلا انصاري، اكيد هذا الهدف غيعطي ثقه اكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفتره فراغ جعلته يشك في امكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب ان نعطيه الدعم. التركي يحيى جبران مع ديال اللعابه كانوا دايرين به مراقبين، يعني مراقبه كالظل، لانهم لودغوا مبكرا بغيتوا بهذا الهدف وما يقضي الدوري. الحمد لله مرت بردا وسلاما حتى الى غيطلعوا اللعابه لخلق كتلي، ولكن مرتد خاطف عدديه. محاوله المرور، ضغط متواصل على المنتخب المغربي. وفال جميله يا سلام، ما كاينش خطا، لكن الفكره كانت وقتها جميله. كانت محاولة مرتد خاطف حذاري، محاولة المرور. ماذا يقول الحكم؟ مواصلة اللعب. أنا أتمنى أن اللعابة ديال الدفاع يحتاطوا أولا. العالي المغربي تمويه جميل، يعني عندهم هذه. أشرف حكيمي نفذات، لكن مشات قريبة، وضربة تماس للمنتخب الجورجي. كتذكروا الارتقاء اللي تجاوز 2 ديال الامتار قبل 4 سنوات ديال النصيري. يجب ان نؤمن ان احد اللاعبين اللي كان يثيق فيه الحارس بونو غادر صوب البارسا، والمباراة تتوقف مرة أخرى لأن اللاعب رقم 19 جورجي تشايفيلي سقط الأرض، وهي مناسبة نذكروا بما صرنا في المونديال. الانطلاقة كانت في سنة 1900. افتكت الكرة، الحكم غير هنا نتحفظ على ترك المساحة الفارغة في الخلف، لأنها كبيرة بمنتخباتها التقليدية، لكن لازم عمل أكثر في العمق. ضربة خطأ لفائدة المنتخب المغربي. قلت ضروري الاحتياط لأن شفنا بالأمس تمريرة خاطئة جميلة جدا، لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر على المرمى ديالو، وقال هذه هي الوجبة من أجل مضاعفة الغلة. شوف التفاعل ديال الجمهور المنتخب المغربي، جميلة اللقطة بكل صراحة. حكيم زياش الذكي كيبقى ذكي طبعا. هدف يعطي الحكيم الثقة التي افتقدها لأشهر كثيرة. يبحث عن ذاته، يبحث عن ملاذ، يبحث عن الخلاص، ربما يجده في الكالسيو الإيطالي إن صحت التسريبات. شوف معايا اللقطة. الحمد لله مثل هذه المدن الصغيرة هي أي أخرى تعطي بعض النجوم، ماشي سهل أنك ترتقي الدرجات. شوف اللقطة، إعادة تمريرة بدون عنوان بدون اتجاه، مشات الاقتراب ومر داخل منطقة الجزاء. بامارشفيلي عطات الإشارة ديال تنفيذ ضربة الجزاء، ممنوع يدخل أي لاعب من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. صعيب يقبطها رغم أنه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادية الكرة قليل